العالم الغربي كيف يحافظ على روحه ودينه وأخلاقياته وسلوكياته في ظل التقدم العلمي والتقني الكبير الذي حققته الحضارة المادية المعاصرة. يقول موريس بوكاي كان حاضرا في هذا المؤتمر أو هذه المحاضرة أحد كبار العلماء اليهود، فعز عليه أن ينتصر للإسلام بهذه الصورة، فقال قام سألني، قال القرآن يتحدث عن رجل اسمه هامان والتاريخ لا يذكر أحد اسمه هامان. قال له المصدر الوحيد عن اسم هامان العهد القديم، يتكلم عن وزير لأحد ملوك بابل. هذا الوزير كان يعني كارها لليهود وكان يضطهد اليهود، فاستطاعت امرأة يعني كسبت ود هذا الحاكم أن يعني تغري به الحاكم فقتله. هذا هامان، وانتم اخذتوا اسم هامان من عندنا، اما الحضارة الفرعونية لا يوجد فيها اسم هامان. فقال له والله انا لست مهتما باسماء الحضارة الفرعونية ولا لي علاقة بدراسة الحضارة الفرعونية، لكن دعني اسأل بعض المهتمين بهذه القضية. قال ذهبت الى استاذ المصريات في جامعة السوربون وسألته هل مر عليك اسم هامان فيما درست من تراث المصري القديم؟ قال له لا، انا لست من المهتمين بالاسماء، ولكن هناك استاذ في الماني عامل قاموس بكل اسماء الشخصيات التي وجدت لها اثار على الاثار الفرعونية القديمة او اشارة على الاثار الفرعونية القديمة. قال ذهبت اشتريت هذا القاموس، وجدت فعلا مكتوب فيه اسم هامان باللغة الألمانية وباللغة الفرعونية الهيروغليفية. قال فأنا كتبته بالهيروغليفية، رسمته رسما باللغة الهيروغليفية، وسألت الأستاذ الفرنسي هذا هل ممكن نزور هذا الأستاذ الألماني سويا؟ قال نعم. قال ذهبنا يعني زيارة هذا الأستاذ وسألناه هل مر عليك اسم هامان؟ قال له نعم، وطلع له القاموس وأراها اسم الرجل. قال له طيب أنا وجدت هذا الاسم في، قال ما حبيتش أقول له القرآن، هذا الاسم وجدته في أحد المخطوطات العربية في القرن السابع الميلادي. قال له استحالة أن يعرفه أحد في القرن السابع الميلادي. قال له لماذا؟ قال له لأن اللغة الهيروغليفية لم تفك طلابسها إلا في القرن التاسع عشر الميلادي، حينما اكتشف حجر رشيد واستطاع شامبليون أن يربط، لأن النص كان مكتوب بالهيروغليفية ومكتوب باليونانية القديمة، فاستطاع أن يفك رموز الهيروغليفية من خلال اللغة اليونانية القديمة. قال لا يمكن يكون حد في القرن السابع الميلادي يعرف هذا الاسم. طيب قال له أنت وجدته فين؟ قال له وجدته على أثر في فيينا، أثر فرعوني قديم يعني مسروق من مصر موجود في فيينا. فقال له هل ممكن نرى هذا الأثر؟ قال له نعم. فرتبوا زيارة إلى فيينا، وذهب موريس بوكاي وأستاذ المصريات الفرنسي وأستاذ المصريات الألماني ذهبوا إلى فيينا، فوجد على إحدى المسلات مكتوب هامان مهندس بناء فرعون. موريس بوكاي يقول كان المسلمون يضغطون علي أن أعلن إسلامي، وأنا كنت أقول لهم دائما أنا أستطيع أن أخدم الإسلام باسم موريس أفضل كثيرا من أخدمه باسم محمد أو أحمد أو علي أو حسن أو حسين، فدعوني في شأني، والإيمان قضية بين العبد وربه، وأنا أستطيع أن أخدم الإسلام من خلال اسمي الأوروبي أكثر من أن أخدمه باسم إسلامي. فيقول حينما قرأ أمامي أستاذان لأساتذة اللغة، قرأ أمامي هامان مهندس بناء فرعون، لم أستطع إلا أن أنطق بالشهادتين وأنا أمام هذا الأثر في قلب فيينا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القصص كثير.